طب نقرا الفاتحه الاول على روح الاستاذ جلال عابدين بدايه. طب هنتكلم عن السيره الذاتيه لشاعر الاجيال الاستاذ جلال عابدين رحمه الله عليه. فبنقول الاستاذ جلال الميلاد 3 سبتمبر عام 1934 شبين القناطر الليبيه مصر. المؤهلات العلميه دبلوم الدراسات الاستراتيجيه عام 70، ليسانس اداب قسم تاريخ عام 74. المسيره الوظيفيه ماجستير علاقات عامه. ما ده لسه في ده 83. لا ما انا المسيره ما شاء الله يعني. رئيس قسم التدريب بمعهد العلوم الاستراتيجيه عام 70 حتى عام 75. مدير رعايه الشباب بجامعه حلوان خلال المده من 76 ل 81. خبير النشاط الثقافي والفني لقطاع الشباب بوزاره التعليم بسلطنه عمان. مدير عام العلاقات العامه والاعلام بجامعه حلوان من 88 حتى 1993. الإشراف على النشاط الثقافي والفني بالمدن الجامعية 93 95. مستشار لرئيس جامعة حلوان للثقافة والفنون والإعلام ورعاية الشباب من 95 ل 2000. الإشراف على الأنشطة الثقافية والفنية بنادي المعادي الرياضي واليخت منذ عام 1995. المهام الثقافية الخارجية السفر إلى ألمانيا ضمن بروتوكول التبادل الثقافي والفني الألماني عام 90. خبير ثقافي لقطاع الشباب بوزارة التعليم بسلطنة عمان من عام 81 ل 87. الاشتراك في النشاط الإعلامي بإذاعة سلطنة عمان حيث قام بتأليف أكثر من مسلسل وبرنامج إذاعي بسلطنة عمان. النشاط الإعلامي المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية والإبداعية وكتابة المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية منذ عام 60، وآخرها البرنامج الشعري الصباحي على جناح الصباح الذي قدمه الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق، وذلك لمدة 6 سنوات. تأليف المسلسل الإذاعي الوثيقة رقم 1 بإذاعة الشرق الأوسط عن الجاسوسية، والذي قام ببطولته الفنان القدير يحيى الفخراني. رئيس تحرير مجلة جامعة حلوان التي كانت تصدر عن الجامعة. البرامج التلفزيونية إعداد برامج أستاذ وكتاب، مقال وكتاب، آراء وشباب، تكنو فيلم بقناة النيل العامة التعليم العالي. كتابة عدة سهرات تلفزيونية منها خريف بلا أحزان، غدا يوم جديد، الديك الفصيح، مسلسل جزيرة الأحلام للأطفال. كتابة برنامج شعري بعنوان فنجان من قهوة مصر والذي قدمته القناة الثانية لمدة 3 سنوات. والبرنامج الصباح الشعري اليومي على جناح الصباح الذي قدمته إذاعة البرنامج العام لمدة 7 سنوات. الإبداع الشعري والروائي كتابة 8 دواوين شعرية صادرة عن الهيئة العامة للكتاب وجامعة حلوان، وتشمل من أجل عينيك، رسالة إلى عاشق الموال، الولد الطيب تاه، حمالة الحطب، فنجان قهوة من مصر، إما الضحك وإما الموت، ماذا جرى العاشقين، رسالة إلى أبي. كتابة رواية عطشان يا صبايا والتي وافقت على إنتاجها كمسلسل شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. تأليف النشيد الوطني للشباب بسلطنة عمان. عضو معجم البابتيتين للشعراء العرب المعاصرين الجزء الأول. تأليف أوبريت تحيا مصر الذي يضم دراما شعرية وغنائية عام 2015. الجوائز جائزة جامعة حلوان للتفوق الثقافي عام 87. جائزة السلطان قابوس للتفوق الشعري عام 88. جائزة الشاعر محمد حسن فكي والتي تمنحها مؤسسة يماني الثقافية في الشعر عن ديوان الولد الطيب تاه عام 2000 على المستوى العالم العربي. تأليف قصائد عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو نشرت بجريدة الأهرام، وفازت إحداها والتي تحمل عنوان ذو الوجع الباسل بالجائزة الأولى لجمعية دار للأدباء في إبريل عام 2011. الحصول على جائزة القصة القصيرة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة حول سيناء أرض البطولات عن قصة سلم إلى السماء في أكتوبر عام 2015. النشاط الثقافي العام مؤسس ورائد جماعة فضفضة للآداب والفنون، والتي كانت تعقد ندواتها مساء كل خميس بمتحف أحمد شوقي بالجيزة،
وهي بمثابة ورشة عمل ثقافية وإبداعية للمبدعين الكبار والشباب في الشعر والقصة القصيرة والرواية والنقد الأدبي والفني والموسيقي والفنون التشكيلية منذ عام 2000، حيث عادت الجماعة لممارسة نشاطها الثقافي والفني في ثوب جديد مساء كل خميس بجهاز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية لمدة 3 سنوات. مشرف عام الأنشطة الثقافية والفنية بمركز يورو ميديا للإنتاج الإعلامي وتنمية المواهب منذ عام 95، عضو اتحاد الكتاب منذ عام 1980. الإبداع والإعلام: نشرت إبداعاته المختلفة وخاصة الشعر في معظم الجرائد والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام، مجلة الشعر، مجلة الهلال، مجلة حواء، الوفد، السياسي العربي، الحياة، وجرائد أخرى كثيرة. نشرت قصائدها الجديدة والتي تحمل الإلهامات الإبداعية الشعرية لثورتي 25 و 30 يونيو، والتي احتلت صفحات كاملة بملحق أيام الجمعة بجريدة الأهرام ومجلة الهلال، وكان لها بحمد الله صدى طيبا لدى القراء والمبدعين والنقاد. وتشمل تلك القصائد: الشهيد ذو الوجه الباسم، دلائل التوحيد، أطلق رصاصتك الأخيرة، تبت يدك أبا لهب. تقييم أعمال المبدعين الشباب في البرنامج مع الأدباء الشبان بالإذاعة، وبرامج أستاذ وكتاب من القلب مع الشباب بالتلفزيون المصري، ومراكز الشباب والجامعات على مستوى الجمهورية. هذا كانت السيرة الذاتية لشاعر الأجيال أستاذنا جلال عابدين رحمة الله عليه. الله يرحمه.